السلام عليكم جميعا. عاملين ايه النهارده؟ فيديو مختلف شويه. هقول لكم انا بعمل التجربه بتاعتي ازاي بمشي البيت لمده اسبوعين ب1000 جنيه. ده طبعا غير المصاريف اللي ورانا، لان مش كل حاجه هنقعد نصرفها على الاكل، يعني في التزامات كتيره ورانا، فهنركز في الجزء بتاع الاكل. هو 1000 جنيه كل اسبوعين، ونمسك نفسنا على هذا الاساس عشان ما نتعبش ويبقى في عندنا فائض كمان. انا بجيب مرة واحدة، هجيب كيلو لحمة او كيلو بفتيك، الحاجة اللي انتوا تحبوها. بس انا المرة دي جبت البفتيك بحوالي 400 جنيه. بعد كده جبت 2 كيلو وراك فراخ مخلية ب210 جنيه. كل دول بيتقسموا 10 قطع على عدد افراد الاسرة 5، بنعملهم على قدهم. بنتبلها بالتتبيلة بتاعتنا الحلوة اللي احنا متعودين عليها، هتلاقوها برضو في الفيديوهات لو حابين. هتلاقوا نتبلها ونشيلها. وهنجيب 2 كيلو بطاطس ب30 جنيه، نقدر نستفيد بقى منه، نعمله صينية بطاطس مع رز، هنعمله مرة بطاطس محمرة سندوتشات، هنعمله بطاطس برضو من اللي هي البيوريه. كل ده برضو بينفع، أشكال كتيرة جدا للبطاطس نقدر نستخدمها. هيبقى معانا كمان كيلو بتنجان ب15 جنيه، مقلي مخلل، نعمله بصينية كده مع اللحمة، هنعمل مع أي برضو طبخات. وعندنا كيلو بصل ب20 جنيه، ونص كيلو فلفل أخضر ب12 جنيه، نص كيلو توم ب45 جنيه، شبت وبقدونس في حدود ال10 جنيه، و2 كيلو طماطم ب20 جنيه. وجبت كيلو فول تدميس ب60 جنيه، ده بقى هينفعنا في الفول وعشان الفطار أو العشاء. وعندنا نص فول مدشوش للطعمية والبصارة ب50 جنيه. والباقي بقى نجيب عيش بلدي وفينو لزوم الفطار والعشاء. وما ننساش طبعا الرز، هنحتاج على الأقل كيسين ب60 جنيه. ظبطوا كده وشوفوا وقولوا لي لو نفعت الميزانية دي معاكم، اكتبوا لي في الكومنتات. وعايزة برضو تتابعوني على الأكلات، هتلاقوا البصارة، وهتلاقوا الطعمية، وهتلاقوا الفول، وهتلاقوا كل حاجة على صفحتي وعلى قناتي على اليوتيوب. تشرفوني ويسعدني متابعتكم. ولو عندكم أفكار تانية موفرة، احنا بنفيد بعض، لأن كل الحاجات دي كلها هتساعدنا ان احنا نوفر. وصراحة مش كل حاجة نصرفها على الأكل، يعني منخليش ميزانية البيت كلها مصروفة على الأكل. نحاول نحد من على قد ما نقدر عشان يبقى فيه فائض للمصاريف، الولاد، مصاريف المواصلات، المصاريف اللي احنا بنضطر، الأقساط. أي حد عنده أقساط لازم هيدبر أموره ويدبر حاله. فإن شاء الله تعدي على خير، وكل شيء بيعدي، وربنا يرزقنا جميعا ونقدر نتكيف مع الوضع اللي احنا فيه لحد ما ربنا يفرجها وان شاء الله. وبرضو اللي هيساعدنا اكتر ان احنا نشتري من اماكن اسعارها معقولة، واماكن عاملة عروض. كل ما نلاقي عرض لاي حاجة من النازلة جديدة نجيبها، على الفراخ او اللحمة. كل ده هتفيدنا جدا. اشوفكم بخير.